مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. مجلس الإقليم الأوسط يعقد جلسته الدورية 23. فرع وزارة الصحة بجنوب البحر الأحمر يقيم أعماله. اختتام فعاليات معارض الكتاب والابتكار بإقليم عنسبة. الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية. مقتل شخصين في عملية دهس بمدينة مانهايم. جهود متواصلة لإخماد حرائق الغابات في شمالي اليابان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقد مجلس الإقليم الأوسط جلسته الدورية 23 اليوم الرابع من مارس تحت شعار مبدأ الاعتماد على الذات سر نجاحنا. وأشار رئيس مجلس الإقليم الأوسط السيد أبراهام سمري في كلمته إلى أهمية برنامج إحياء الذكرى ال50 لمجزرة أسمرة وضواحيها، مشيدا بالتنسيق الذي تم لإنجاح الحفل نيابة عن المجلس. وقدمت لجان التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والثقافة والتقاليد والقوانين والنظام تقارير مفصلة عن أنشطتها منذ الدورة 22. وذكر المشاركون بعد المناقشة الجهات المعنية بضرورة معالجة الظواهر التي تؤدي إلى تشويه منظر ونظافة العاصمة وإيجاد حلول لنقص خدمات النقل العام وإصلاح الآبار العامة المغلقة وإعادتها إلى الخدمة. وأوضح المدير التنفيذي العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زري تولى برهان في حديثه أمام المجلس حول خطط العام 2025، أوضح أنه سيتم تكثيف أنشطة الحفاظ على المياه والتربة والعمل على توسيع خطوط أنابيب توزيع المياه وإجراء الدراسات اللازمة والاستعدادات لبناء السدود في 5 قرى كجزء من الخطط التي تم البدء في العمل بها. وفي الختام أصدر المجلس توصيات لتحديد أولويات البرامج لمعالجة المشكلات الحالية للمواطنين وتعزيز العلاقة بين المدارس والمعلمين وأولياء الأمور لتحسين جودة التعليم ومواصلة إصلاح الطرق الأسفلتية وتوفير المواد الخام اللازمة لإصلاح مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وأشاد حاكم الإقليم الأوسط السيد فستهيا هايلي بدور المجتمع وقوات الدفاع في الجهود الفاعلة لإنجاح البرامج، مناشدا أعضاء المجلس لتعزيز مشاركتهم الهامة لإنجاز الخطط المنشودة في العام 2025. أوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بجنوب البحر الأحمر الدكتور علي حالو أن الفرع يعمل على توسيع وتطوير الخدمات الصحية بشكل عام وتعزيز برامج التطعيم والأمومة والصرف الصحي وأنشطة تنظيف البيئة التي يقودها المجتمع بشكل خاص كجزء من الخطط الرئيسية لعام 2025. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده فرع وزارة الصحة لتقييم أعمال عام 2024 ومناقشة برامج عام 2025 في عصب في الأول والثاني من مارس الجاري. وقدم مسؤول المؤسسات الصحية في المديريات ومسؤولو وحدات الفرع تقارير حول تنفيذ وتأثير البرامج المنفذة بالتفصيل في تقديم الخدمات الصحية. وعليه تبين أنه تمت معالجة أكثر من 92 ألف مريض في المرافق الصحية وإجراء أكثر من 200 عملية جراحية مختلفة. كما تم تنفيذ برامج رعاية الأم والطفل فضلا عن خدمات ما قبل الولادة وما بعد الولادة، في حين أوصى التقييم بضرورة تضافر الجهود لزيادة خدمات الأمومة في المرافق الصحية. وأشاد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي بالخدمات التي يقدمها المهنيون الصحيون المنتشرين في جميع أنحاء الإقليم، داعيا إلى تنظيم برنامج تدريبي ضخم للكوادر الطبية المتجولة نظرا إلى عدم تجمع القرى والمراقبة اليقظة والوقاية من الأمراض العابرة للحدود. وفي الوقت نفسه ذكرت وكالة أنباء إرينا أنه تم افتتاح عيادة صحية في كيميرا بمبادرة من أهالي سكان مديرية وسط دنكاليا. اختتمت فعاليات معرض الكتاب والابتكار والتي أقيمت تحت الشعار فلنعزز أندية القراءة والابتكار في مدن عتكليزان وعلى برعد وحقات وكرم في الفترة من 21 من فبراير وحتى 2 من مارس بتكريم أفضل المصنعين أو المبتكرين. أوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بإقليم عنسبة السيد الزازي برختاب أن الفعاليات شملت ندوات تركز على التعليم ومعارض كتب وحملات طلابية حضرها حوالي 20 ألف شخص وأظهرت شراكة جديرة بالثناء
مؤكدا على ضرورة العمل لإحضار كتب أكاديمية وتعليمية وعرض الكتب للبيع بمبالغ مقبولة نظرا إلى ارتفاع أسعار بعض الكتب المعروضة. وأفادت الأنباء عن ازدياد عدد المشاركين في مجالات الابتكار والتصنيع بنسبة 22% والمنتجات المعروضة بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، وأن مشاركة مختلف المديريات شهدت انخفاضا هذا العام. وتم تكريم الفائزين في مسابقة الابتكار والتصنيع على أن يشاركوا في المسابقة التي ستقام على المستوى الوطني. وحث حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في كلمته الختامية حث الجميع على المساهمة في ضمان استمرارية معرض الكتاب لترسيخ القراءة كثقافة في حياتنا وتشجيع الابتكار والإبداع. عقد اجتماعا في مدينة صنعاء في 28 من فبراير الماضي لتقييم عملية تنفيذ نظام مراقبة إيجارات المساكن الخاصة المناقحة والصادر عن وزارة الحكومات المحلية في شهر أغسطس عام 2017. وأوضح مسؤول وحدة إيجار المساكن في مديرية صنعاء السيد علي محمد صالح أن اتفاقية الإيجار السابقة كانت مبنية على رقابات أصحاب العقارات وتضر بالمستأجر، وأن التوجيه الصادر عن وزارة الحكومات المحلية يفيد الطرفين ويعزز واجبات وحقوق المواطنين ويساعد في إيجاد حل المشكلات. وقال أن العلاقات بين المالك والمستأجر أصبحت في مستوى أفضل، مذكرا المستأجرين بضرورة دفع الإيجار المخصص لهم في الوقت المحدد وعدم الانخراط في أنشطة غير قانونية في أماكن إقامتهم المستأجرة. ونصح الملاك بإصدار إيصالات الإيجار للمستأجرين ودفع الضرائب ذات الصلة في الوقت المحدد. وذكر بأن مكتب الإيجار لديه السلطة لاتخاذ إجراء قانوني إذا مارس الملاك ضغوطا على المستأجرين خارج النقاط الستة التي تسمح بها تعليمات الإيجار. واقترح المشاركون بضرورة إجراء مسح لأصحاب العقارات والمستأجرين الذين ليس لديهم عقود إيجار، وكذلك على الاتفاقات الخاصة التي قد تبرم بين المستأجرين والملاك. نظم فرع التعليم بإقليم عنسبة تدريب يهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية للمعلمين في مديريتي حقات وحمل مالو في الفترة من 25 وحتى 28 من فبراير المنصرم. ويهدف التدريب على العمل معا لتعزيز جودة ومستوى التعليم من خلال معالجة نقاط الضعف في العملية التعليمية. وحث مقدم التدريب ومسؤول المرحلة الثانوية بفرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ تخلص الزرقاء المتدربين على استخدام التقنيات التي تعلموها للتخفيف من المشاكل التي يواجهها الطلاب في عملية التدريس وتقديم التعليم بشكل أسهل وأفضل. وقال مسؤول التعليم في المديريتين بدورهم أن التدريب كان فريدا ومهما، موصين المتدربين بضرورة لعب دورهم في ضمان جودة التعليم وتحسين الأداء الأكاديمي للطلاب. نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إقليم جنوب البحر الأحمر أنشطة مختلفة في مدينة عصب إحياء للثامن من مارس يوم المرأة العالمي. وشملت الأنشطة مسابقة المعلومات العامة بين الطلاب وسكان مدينة عصب من النساء، بالإضافة إلى أنشطة نفير جماعي لتنظيف الشوارع الرئيسية بمدينة عصب وشواطئ البحر. في غضون ذلك تشير الأنباء الواردة من مختلف أرجاء البلاد القيام باستعدادات مختلفة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأنا فيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت وزارة المالية الصينية فرض رسوم جمركية إضافية على سلع أمريكية اعتبارا من 10 من مارس، ردا على الرسوم الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية. وذكرت الوزارة اليوم أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من الدجاج والقمح والذرة والقطن، وكذلك تعرفة جمركية بنسبة 10% على المنتجات الأمريكية من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان. وأكد المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني لو تشين جيان أن واشنطن انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن بكين تعارض تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
وكانت بكين قد حذرت من أنها ستتخذ إجراءات مضادة بعد إعلان البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10 إلى 20%. قتل شخصين وأصيب آخرون بجروح في عملية دهس حشد من الناس في مدينة مانهايم بغرب ألمانيا أمس الاثنين. وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن سائق السيارة الألماني قد تم اعتقاله، حيث أصبحت مسألة الأمن شاغلا أساسيا في ألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية عقب سلسلة هجمات عنيفة شهدتها البلاد. ويصادف أمس الاثنين بما يعرف بالاثنين الوردي، وهو ذروة موسم الكرنفال السنوي بالمنطقة، حيث كانت الشرطة في حالة تأهب تحسبا لهجمات أمنية. ويتضمن الكرنفال استعراضات لمجسمات تنطوي على معاني كوميدية أو ساخرة من الشؤون السياسية الجارية. في الخبر الأخير، يواصل رجال الإطفاء في اليابان اليوم الثلاثاء مكافحة ألسنة اللهب في أسوأ حريق بات بالبلاد منذ نصف قرن، والذي أسفر عن مصرع الشخص وإجلاء نحو 4000 من السكان. وذكرت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أن النيران أتت بحلول صباح اليوم الثلاثاء على نحو 2600 هكتار، وتشتعل حرائق الغابات في جميع أنحاء المنطقة، حيث شهدت اليابان أشد صيف حرارة على الإطلاق العام الماضي. كما يدفع تغير المناخ درجات الحرارة إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم. وتم نشر أكثر من 2000 رجل إطفاء في شمال اليابان، معظمهم من أجزاء أخرى من البلاد بما في ذلك طوكيو، وهم يعملون على الأرض وفي الجو في إيواتي، وهي المنطقة التي تضررت بشدة جراء تسونامي المميت في مارس عام 2011. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس الإقليم الأوسط يعقد جلسته الدورية 23. فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر يقيم أعماله. اختتام فعاليات معرض الكتاب والابتكار بإقليم عنزب. الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية. مقتل شخصين في عملية دهس في مدينة مانهايم الألمانية. جهود متواصلة لإخماد حرائق الغابات شمالية اليابان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.